هتعملي ايه لو قلتلك انا جايبالك شامبو الاحلام؟ شامبو هيخلصك من كل مشاكل الشعر، لعلاج تساقط الشعر، لتنظيف فروة الراس من غير ما يسبب جفاف او خشونة، خالي من المواد الضارة، المواد المشتقة من البرابين والزيوت المعدنية، رائع كمواد طبيعية مفيدة جدا للشعر، هتعالج كل مشاكل الشعر حرفيا، وهتخلصك من مشكلة التساقط، هتنضف فروة الراس من غير جفافه. ده غير كمان ان هو موجود فيه مجموعة طبيعية من المواد اللي بتساعد في تغذية الشعر، منع الجفاف، ترطيب بعمق كمان، وبتمنع تقصف الاطراف. تعالوا نعرف ايه هو شامبو الاحلام ده وايه هي مميزاته والطريقة الصحيحة لاستخدامه، عشان ده مهم جدا لازم تكوني عارفاه قبل استخدامك ليه للحصول على افضل النتائج. لو انت جديدة ولسه ما اشتركتيش معايا فاشتركي، فعلي علامة الجرس على الكل. بسم الله والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. اليوم حابة اكلمكم عن شامبو مميز جدا جدا، للأسف الشديد يمكن هو مش اخد حقه بصراحة في الاعلانات والضجة وان هو يكون مشهور اكتر من كده، ولكن عايزة اقول برضو ان هو اخد تقييمات عالية جدا وتقييمات ايجابية في جميع مواقع الالكترونية اللي بتبيعه، ده اشهرهم موقع امازون. المنتج ده مشهور ان هو شامبو دورة البينك، انا بسميه كده. هو بيتميز بيحتوي على نسبة عالية جدا من عصير اوراق الصبار او الالوفيرا، وده من اهم ما يميزه ان هو بيساعد في تقوية الشعر من الجذور حتى الاطراف. معنى كده ان هو بيمنع تساقط الشعر، خصوصا لو انت بتستخدمي منتجات حرفيا بتسبب تساقط الشعر. مش بس كده، من اهم المواد الفعالة الموجودة فيه مستخلص نخالة الارز، وده يمكن في قرى في الصين بتستخدم الارز، وحرفيا وجدوا ان معظم السيدات في هذه القرية شعرهم طويل جدا يوصل معاهم الى القدمين، وده لان الارز فعال جدا في اطالة الشعر وساعدت برضو فرده. كمان بيحتوي على زيت اوراق اكليل الجبل، اوراق الشجر اكليل الجبل او الروزماري، وده من المواد الفعالة اللي بحب جدا لو انا هعمل ماسك طبيعي في البيت بحب استخدمه، لانه ليه القدرة العالية جدا في تغذية الشعر وبيمنع تساقطه. مش بس كده، كمان موجود عندنا مستخلص عباد الشمس والتوكفيرول وزيت الجليسرين او الجليسرين، ومستخلص بذور فول الصويا، كلها مواد ممتازة. يمكن معظم المنتج ده او نص مكوناته تركيبة كلها طبيعية، بتساعد على ان هي ترطب وتغذي وتنضف فروة الراس. بتحطيه على الشعر وهو مبلول بالمية الفترة، وتأكدي ان شعرك وفروة راسك كلها مبلولة بالمية الفترة، وبعدين بتاخدي كمية صغيرة من الشامبو تدلكي بيها بلطف، واعملي رغوة غنية اتركيه على شعرك حوالي دقيقتين واشطفي شعرك كويس جدا، وما تنسيش تستخدمي بلسم يكون مناسب لطبيعة شعرك. الفيديوهات السابقة اوعي تفوتك، بقت دلوقتي موجودة وظاهرة على الشاشة على يمين ويسار الشاشة، اتفرجي عليها وشوفيها وقوليلي رأيك فيها في التعليقات.